اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض نجرسكو، هنعمل كمان الفطاير الشرقية او البيتزا بطريقة سهلة جدا ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. تعالى اول حاجة كده نجهز الحشوة اللي احنا هنحشي بيها النجرسكو، وهنحشي بيها كمان البيتزا او الفطاير الشرقية. اول حاجة كان معايا زي ربع كوباية من الزيت، وبعدين نزلت بيه الفراخ بقى ممكن تكوني مقطعاها قطع صغيرة زي دي كده، ممكن تفرميها لو انت مش بتحبيها قطع يعني، فممكن تفرميها مفيش اي مشكلة خالص. طبعا بعد ما الفراخ خدت لون كده وخدت صدمة الاول كده ولونها اتغير، وبعدين نزلت بيه بصلاية كبيرة مقطعاها مكعبات مش كبيرة قوي يعني، وبعدين هننزل بالبصلة. هنسيبها بس لحد ما تدبل حاجات بسيطة. وبعدين كان معايا فلفل الوان، هنحط ايه يعني جزء منه كده مش كتير قوي، عشان هحتاج الباقي في البيتزا والنجرسكو برضو. وكان معايا 3 حبايات من الطماطم، 3 حبايات، مش كبار قوي، وسط يعني. شايلة القشر بتاع الطماطم ومقطعة بس اللحمة بتاعة الطماطم، اللحم بتاع الطماطم بس يعني، مش واخدة القشر خالص. مقطعة مكعبات صغيرة، وبعدين حطيت فلفل وكمون وملح. وبعدين هنديلهم تقليبة كده، وهغطي بقى عليهم واسيبها لحد ما تستوي، وكل ده كده ايه يختلط مع بعضه. شايفين بقى؟ بجد كانت ريحتها تحفة جدا. الحشوة دي بقى ممكن تحشي بيها كريب، ممكن تعملي مثلا اي حاجة يعني، تنفع اي حاجات كتير. تنفع سندوتشات كمان يعني بالعيش اللي هو الفينو، تعمليه زي سندوتشات شاورما كده. تعالوا بقى نجهز البشاميل بتاع النجريسكو بطريقة سهلة جدا هتعجبك بإذن الله. بصي بقى، أول حاجة جبت مكعب من الزبدة، زي مثلا معلقتين كبار أو 3 معالق. وبعدين حطيت برضو 3 معالق كده من الزيت، و6 معالق من الدقيق، نزلت بيهم هنقلب بقى كويس. وبعد كده هطفي عليه بالطريقة دي كده، هطفي عليه وسيبه لحد ما يبرد تماما. وكان معايا لتر من الحليب. طبعا الحليب يكون بيغلي، لازم يكون بيغلي علشان ما يكتلش معاكي. شوفي دي بعد ما بردت خالص بقت بالشكل ده كده. هننزل بقى بلتر الحليب كله مرة واحدة، مش شوية شوية زي ما انا كنت بعمل. هننزل بيه كله مرة واحدة، وهنقلب بقى. هو اصلا كنت لسه انا ما ولعتش النار يعني، انا بقلب كده ولسه النار مطفية. خد القوام بتاعه زي ما انتوا شايفين قبل ما اولع النار ولا اي حاجة. كان بجد البشاميل ده كان سهل جدا، مش متعب، مش اللي انت تحطي مثلا شوية شوية من الحليب لحد ما ايه ما يفك معاكي عشان ما يكتلش، وتحتاجي ان انت مثلا تعمليه في الخلاط او كده. جربي الطريقة ديت هتعجبك بإذن الله، وسهلة جدا يعني مش متعبة. بس وبعد كده بقى ولعت النار، حطيت مكعب زبدة، وحطيت معلقة فلفل أسمر ومعلقة صغيرة من الكمون، وحطيت ملح. وهنقلب بقى البشاميل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. وكان القوام بتاعه مناسب جدا، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. اعمليها بنفس الطريقة دي، بصي هتاخدي نتيجة يعني، بجد هتبقى جميلة هترضيكي يعني. هنا بقى كان معايا بقى المكرونة والحشوة. طبعا النجريسكو بيتعمل بمكرونة اللي هي الاسباجيتي، بس الحقيقة انا مش بحب اعمل النجريسكو خالص بالمكرونة اللي هي الاسباجيتي، انا بحب المكرونة دي. فهتبقى زي البشاميل شوية، بس الحشوة هي اللي مختلفة، لان النجريسكو بيتعمل بالفراخ مش باللحمة. المهم حطيت جزء كده من الحشوة مع المكرونة، وقلبتها كويس. طبعا المكرونة سلقينها نص سلقة يعني، مش او 3/4 سوا. وبعدين حطيت جزء كده من الحشوة، وقلبتها علشان المكرونة كلها تبقى ايه واخدة من الحشوة دي، الخلطة اللي احنا عاملينها، وتبقى كلها ايه فيها لحمة وفيها بصل وفلفل وطماطم والحاجات دي كلها. حطيت اول حاجة طبعا تحطي نقطة بسيطة كده من الزيت أو الزبدة في قلب الصينية، وبعدين هتحطي البشاميل وهتوزعيه كويس، وبعدين هنحط جزء من المكرونة،
وبعدين الحشوة زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط شوية بشاميل كده على الخلطة دي، وبعدين هننزل ببقية المكرونة. في ناس ممكن مثلا تخلي تحطي الخلطة دي كلها اللي هي الفراخ في قلب المكرونة كلها، وتقلبيها وتنزلي بيها كلها مرة واحدة في قلب الصينية، وتحطي البشاميل من على الوش، هتبقى المكرونة كلها فيها اللحمة في أي مكان بقى، يعني مش هتكون في النص بس. فاهميني؟ بس وبعدين بقى سويتها كويس، وهننزل بقى بالبشاميل طبقة كده تكون كويسة من البشاميل، علشان انا بحب صراحة البشاميل يبقى ايه، يبقى كتير كده في قلب سواء بقى مكرونة بشاميل او نجريسكو. بحب البشاميل يبقى كتير فيها. بصي بعد ما بحطه كده، شايفين القوام بتاع البشاميل اللي هو ولا تقيل قوي ولا خفيف. بصي انا بعملها كده علشان البشاميل ينزل تحت مع المكرونة، يبقى كله كده ايه، المكرونة واخدة من الحشوة والبشاميل وكله. بس هننزل بالخليط ده كله كده، وبعدين هنحط بقى فلفل الوان. ده اختياري طبعا، انا ما شفتش حد حطها مع النجرسكو قبل كده. ده اختياري، ممكن تحطي الزيتون برضو كمان، هتديكي طعم تحفة جدا. فلفل الوان بقى، زيتون، اي حاجة متوفرة عندك. مش متوفر عندك اي حاجة فخلاص اوكي، مفيش اي مشكلة. وبعدين حطيت بقى جبنة ميكس، ممكن تستبدليها برضو بجبنة موزاريلا لو ما عندكيش جبنة ميكس، او مش بتحب الجبنة الميكس يعني. فجبنة موزاريلا لو متوفرة عندك، مش متوفر عندك فاوكي برضو ماشي، مفيش اي مشكلة. والبشاميل هياخد لون دهبي جميل برضو، من غير جبنة، من غير اي حاجة خالص، من غير بيض. احنا ما حطيناش بيض على البشاميل بتاعتنا. خلاص ركنتها بقى كده على ما اخلص ايه البيتزا بتاعتنا او الفطاير الشرقيه. طبعا الفطاير الشرقيه انا كنت عملتها معاكم قبل كده في فيديو آه، بطريقه سهله جدا، بس الطريقه دي هتبقى مختلفه عليه يعني عن التانية اللي انا نزلتها في الفيديو في الفرد بس. بصوا انا جبت اول قطعه، انا كنت عامله 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات بالظبط مش اكتر من كده، مع ذره ملح وذرة سكر، وعجنتهم بمية لحد ما العجينة لمت كده كويس، وبعدين قطعتهم زي ما انتوا شايفين. طبعا حاطة الزيت في قلب الصينية، وبعدين سبتهم لحد ما ارتاحوا كويس علشان تتفرد معايا بسهولة زي ما انتوا شايفين كده، ما تتعبنيش. جبت بقى اول طبقة فردتها، وطبعا كنت حاطة زبدة في الصينية زي ما انتوا شايفين. جبت اول طبقة فردتها وحطيتها، وبعدين فردت الطبقة اللي بعدها برضو بشوية زبدة كده بسيطة، مش كتير قوي علشان ما تجزعش لما تيجي تاكليها. آه هنفرد بقى طبقات طبقات كده، ونحطها زي المطبق، زي الفطير المشلتت كده. بنفرد طبقات طبقات واحطها فوق بعض كده. ففي البيتزا او الفطير الشرقية بعملها اسهل، انا حابة الطريقة دي اسهل بجد. هفردها كده طبقات واحطها فوق بعضها، اسوي الطبقات كويس، وبعدين بحط الحشوة في النص، وبعدين بعمل الطبقات اللي هي اللي هتبقى فوق بقى. يعني انا عملت كانوا 4 طبقات تحت وطبقتين فوق، والله ما فاكرة كانوا طبقتين ولا 3، مش فاكرة. بس تقدري تعمليها، ممكن تعمليها طبقتين فوق وطبقتين تحت، بس تبقى رقيقة كده، تبقى جميلة برضو. الناس اللي هي مش بتحب الحاجة تبقى يعني ايه فيها كتير او تقيلة يعني. انا بحبها صراحة تبقى الخلطة يعني ايه حلوة كده مش متبقاش رقيقة. بس وبعدين حطيت برضو من الخلطة بتاعة الفراخ اللي احنا كنا عاملينها. انا برضو مش هحشي البيتزا لحمة ولا اي حاجة، انا هعملها بالخلطة اللي احنا كنا عاملينها، اللي هي الفراخ بالطماطم والبصل والفلفل والتوابل بتاعتنا دي كلها. وبعدين حطيت فلفل الوان برضو، وهننزل بقى بصوا بالطبقة اللي هي تبقى فوق، بسويها كويس زي ما انتوا شايفين كده، وبحاول بقى ان انا اقفل على الخلطة بتاعتي او الحشوة بتاعتي. ايوه طبقتين، يبقى انا حطيت طبقتين فوق، يبقى هي كانت اللي على الوش كانت طبقتين 2 مش 3. بس بصوا بقى هقفل كده من الجناب كويس، وهلمها بقى زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، اكنك بقى بتعملي فطير مشلتت كده. بعد ما بتخلصي بتلمي الفطيرة كلها كده ايه من تحت زي ما انت شايفة.
بس. وبعدين هبدأ برضو اللي انا هفردها في الصينية، يعني مش هسيبها كده. بصي بدأت اللي انا ايه افردها، اخليها على قد الصينية بالظبط. حطي بقى على الوش اللي انت عايزاه. ممكن تستكفي بزيتون وفلفل وطماطم كده مع بضاية وخلاص كده يبقى حلو تمام. لو ما عندكيش جبنة هتبقى جميلة جدا برضو. انا حطيت بقى الفلفل الالوان، وبعدين احط الطماطم. طب برضو طماطم شايلة منها القشر واخدين اللحم بتاع الطماطم بس، ومقطعاه مكعبات صغيرة. طبعا انا مكترة الخلطة اللي هي على الوش دي، مكتراها قوي يعني أنا. وبعدين جبت بقى بضاية، حطيت عليها شوية من الملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. وبعدين بقى حطيتهم كده على الطماطم بالفلفل. وبعدين هحط على الوش بقى الجبنة الميكس. بصوا بقى، اللي ممكن تحطي الجبنة الميكس دي في الآخر، يعني ايه، هتدخليها الفرن. لو انت عايزاها الجبنة ما تاخدش لون ذهبي، هتدخليها الفرن. البيتزا استوت معاكي وبقت تمام، هتطلعي البيتزا، هترش عليها الجبنة وهتدخليها 10 دقايق تحت الشواية بس، لحد ما الجبنة تسيح كده وخلاص. يبقى كده فقط لا غير. لو انت مش بتحبي الجبنة تاخد لون ذهبي زي ما انتوا شايفين كده. انما هي كده الحقيقة كانت يعني كانت حلوة، كانت عجباني بالطريقة دي. بصوا بقى النجريسكو، بصوا بقى البشاميل اللي كانت سايحة كده. انا بحبها كده، انا بحبها كده وهي بص سايحة ونايحة كده. يعني ايه، ما تبقاش خرط. ما الحقيقة لما بتبرد لا، ما مش بحبها. مش بحبها وهي باردة خالص. وهي سخنة كده والبشاميل اللي فيها سايح بالطريقة دي بتبقى حلوة. بصوا بقى البيتزا بتاعتنا كانت مورقة ازاي، طبقات، بس كانت سخنة جدا، كنتش عارفة اصلا ان انا امسكها. بصوا الطبقات، ما كنتش عارفة بقى اللي انا ايه يعني اوريكم الطبقات كلها. وكانت مستوية واخدة اللون دهبي، شوفوا من تحت ازاي، كانت جميلة جدا. وكانت ريحتها وطعمها تحفة. جربوها بالحشوة دي، مش باللحمة اللي هي بالفراخ. جربوها تعجبكم جدا. النجرسكو مختلف عن اي طريقة تانية، والبيتزا برضو مختلفة بحشوة يعني مختلفة. هتعجبكم بإذن الله لو جربتوها. بس كده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ أبرار. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.